صديقي جالي بقى ايه بوكس كده النهارده الصبح، بوكس جميل فيه هذه المعدات هنتكلم عليها. بس البوكس ده جالي من عند مستر زعفران الموزع او المورد او سميه زي ما انت عايز تشوفه كده. مستر زعفران هم اللي بعتوا لي هذا البوكس، والبوكس ده لقيت جواه ايه بقى؟ جراند بار ال 10000 مبعوثه لينا عشان نقيم هذا المنتج. تعالوا بس نشوف المنتج الاول بيقدم لنا ايه الاطعمه، وبعد كده هنراجعه بقى ايه واحده واحده. فتعالوا بينا النهارده نتعرف على جراند بار ال 10000 بتقدم ايه. اول حاجه كده صديقي الووتر ميلون ايس، حلو الكلام، يعني بطيخ ساقع بالبطاطيخ. تاني حاجه صديقي البيبسي كولا او الكولا او شوف انت عايز تسميها ايه لان انا مقاطع الصراحه. تالت حاجه صديقي وهي التروبيكال مانجا، المانجا اللي ليها طعم معين وخاص جدا بيها على كلام مستر زعفران وعلى كلام اصحاب جراند بار. تالت حاجه صديقي هو الستروبري ووتر ميلون، الفراوله بطيخ ساقع بالبطاطيخ. تالت حاجة صديقي التروبيكال بلو بيري او تروبيكال بيري، حلو الكلام. دي حاجة كده فيها ايه؟ فيها عنبيات مع فراولات، مع يعني قصة مرسومة كده بس لسه هنجربها. تالت حاجة بقى صديقي البيتش مانجو، حلو الكلام. بيتش مانجو دي يعني مانجا على خوخ، فهنشوف برضو بتقول ايه. ومعانا بقى ايه البلو بيريز. بلو بيريز برضو يعني انا لسه ما جربتش لسه حاجه، بس دي بلو بيريز، خلينا مكملين معاكم. ومعانا البيتش مانجو ووتر ميلون، يعني 3 اطعمه مع بعض، والثلاثه انا بحبهم اساسا سناجل، فلما يتجمعوا يعني دي ممكن تبقى على جنب كده عشان هتخش قلبي على طول. ومعانا البلو راسبيري ليمون يا صديقي، بلو راسبيري ليمون برضو من الحاجات اللي فيها التشكيلات الجديده، وادينا بنجرب كده مع بعضينا. اخر حاجه بقى دي يا صديقي مستر زعفران اشاد بيها جدا وقال لي دي هبيد لازم تجربها، من اوائل الحاجات اللي تجربها، وهي الكابتشينو. الكابتشينو دي برضو عشان هو الناس عارفين ان انا بعشق الكابتشينو او بحب القهوه، فدي اكيد من الحاجات اللي هتعجبني. زي ما انت شايف كده صديقي معانا 10 فليفر من جراند بار هنعمل لهم تقييم، ونحب نشكر طبعا مستر زعفران على التجربه او ان هو اتاح لنا ان احنا نجرب التجربه القويه دي. فابقوا معنا عشان احنا جايين بمفاجآت كتير قوي مع جراند بار. بس كده انا اروح اجيب فينو لابويا، وفي نفس اللحظه كده ايه اقعد امزمز في كام حاجه كده. سلام.